لا تنسى دعم القناة والاشتراك والإعجاب. ومن سلوكات الشتة فالأتراك الرجال سواء من كبار السن لا يحبون الزواج من النساء، ويتباهون بأنهم لا يعرفون النساء، ويكرهونهم لدرجة أنهم لا يريدون رؤيتهم. فواحد هؤلاء أمه يونانية أقسم أنه يعتبر من العار أنه مولود من امرأة وإن ظهرت والدته لقتلها. وحسب المعطيات الواردة في كتاب الدعارة فإن اللواط بالجزائر العاصمة يمارسونه الحلقون علنا من أجل الحصول على دخل أكبر والمزيد من الزبائن في متاجرتهم، ليحصل الصبيان على حلاقة وقص شعرهم كما فعلوا. فالمور والمرتدون والأتراك يتجاذبون أطراف الحديث مع هؤلاء الصبيان وكأنهم أجمل سيدات العالم، فنكح الأطفال الجزائريين من دبرهم بعنف من طرف سيادهم عادة محبوبة لديهم يتمتعون بها.